السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم معايا في قناتي أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هنعمل شاورما الفراخ في العيش السوري. معايا نص كيلو بانيه، بصلة متوسطة مبشورة، كوباية زبادي، نص كوباية صغيرة خل، معلقة صغيرة ملح، قرفة، فلفل أسود، بهارات، ورشة بسيطة جدا جوز الطيب. زي ما احنا شايفين، البانيه اللي أنا مجهزاه متبلاه. اغلبنا ما بنجيب البانيه طبعا بنتبله بنشيله في الفريزر لحد ما بنعوزه، بيبقى متبل جاهز وده احسن. انا ما بحب اعمل الشاورما، بحب اخد اللي هو المتبل. بيبقى كده انا بعمله في خلال ساعة. ما بستناش عليه كتير كطبيعة الشاورما، لان احنا لما بنعمل الشاورما في البانيه العادي اللي هو مش متبل بنحط له المكونات دي كلها. بنسيبه 4 ساعات 6 ساعات، ويستحسن ان كمان يبقى طول الليل في التلاجة. كل ما بيقعد فترة الكبيرة دي صدور الفراخ نفسها بتشرب التتبيله وبتبقى طعمه جدا. فانا عشان بستعين بالمتبل الجاهز، في خلال ساعه واحده بقدر بعد ما بحط المكونات اللي احنا شايفينها دي بسويها وبستعملها على طول. فاللي مستعجل عليه يفضل انه يستعمل البانيه المتبل آه، مسبقا يعني. طيب لو هو عادي هنضاعف الكميه دي بس، يعني هضاعف الملح والقرفة، بدل ما تبقى معلقة صغيرة جدا هتبقى مثلا معلقة شاي. هنبتدي بقى نحط الإضافات اللي عندنا: خل، وكوباية الزبادي، البصلة المبشورة، ما ننساش اللي مش متبل البانيه هيضاعف كمية البهارات اللي هي القرفة والفلفل الأسود، بس مش هنضاعف لا البصل ولا الزبادي ولا الخل. البصل والزبادي والخل نفس المقدار، هو مش هنزود فيه حاجة. خلاص قلبتهم مع بعض. احط بقى ايه الشرايح البانيه، هقلبهم كويس وهسيبها ساعة واحدة بس، وبعد كده هسويها. خلاص كده الشاورما قعدت ساعة في التتبيلة. حطيت في الطاسة ربع كوباية صغيرة زيت، هنزل الشاورما عليها. طبعا هي هتنزل المية بتاعتها شوية كده، وهسيب النار برضو عالية لحد ما تنشف المية دي. هوطي النار خالص وهسيبها تستوي كده على نار هادية لحد ما اجهز شرايح البصل والفلفل الرومي وشوية بقدونس، عشان دي الاضافات اللي هنحطها على شاورما الفراخ بعد ما تستوي. المية نشفت زي ما احنا شايفين. اول المية ما تنشف هبتدي احط البصل علشان يكمل سوا مع الشاورما. بس هحط البصل الاول طبعا عشان هو بياخد وقت شوية عن الفلفل. كمية البصل انا عاملة بصلتين حجم متوسط. طبعا كمية البصل دي زي ما يعجبنا، ممكن واحدة كفاية، اتنين زي ما نحب ايه الكمية اللي احنا عايزينها. خلاص البصل دبل، هننزل الفلفل. هي كده استوت خلاص، بس انا بسيبها بس تاخد تشويحة مع الفلفل والبصل علشان تنشف سنة واحس ان هي ايه كأنها واخدة شواية يعني. الفلفل خلاص دبل كده تمام، كله استوى. رشة البقدونس البسيطة دي بقى قبل ما اطفي، بحطها قبل ما اطفي بدقيقة، مش هتكمل كمان دقيقة، تدي طعم جميل جدا. رشة بسيطة مش كتير. كده خلاص الشاورما جاهزة. خلاص كده الشاورما استوت، هنبتدي ان احنا نحطها في العيش السوري. العيش السوري انا عملته قبل كده وان شاء الله هحط اللينك بتاعه، هو والتومية برضو. آه، هحط معلقة تومية كده،
مش لازم نطلعها على الحرف قوي عشان بس ما يطلعش من الجنب. هنحط الجريل على النار وهمسحه بفرشة زيت بس بسيطة. وهنديله تحميرة خفيفة كده علشان العيش يتحمص كده بيبقى طعمه اجمل. مش هياخد وقت، احنا هنقلبه على الناحيتين ويبقى كده الشاورما خلصت خالص. خلاص كده خلصنا الشاورما، اديناها تحميره خفيفه قوي على الجريل بفرشه زيت بسيطه جدا علشان بس العيش يحمر كده ويديني لون ذهبي. انا فتحت واحده علشان نشوفها شكلها كده. طريقه سهله قوي، ما خدتش وقت طبعا لان البانيه متبل من الاول. الطريقه دي هتبقى اسهل معانا قوي لو احنا مستعجلين عليها، مش هنضطر ان احنا نسيبها فتره كبيره قوي لحد ما تتبل. ان شاء الله لما تجربوها تعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.